قال لاعب وسط المهاجم هاشدوكس بليت كرواتيا ياسين برحو في منبر إعلامي أنه تراجع عن تمثيل منتخب الجزائر بصفة نهائية، وقرر الاختيار المغرب بعد أن ظل لفترة طويلة يحتفظ بالغموض حول جنسيته الرياضية. ياسين برحو قرر الانضمام إلى أسود الأطلس، حيث قال: لقد كان لدي اتصالات في الماضي، لابد لي من مواصلة العمل لأكون فعالا. وأكد مهاجم هاشدوكس بليت في مقابلة مع ليكيب قبل كأس السوبر الكرواتي يوم السبت ضد دينامو زغرب: سأحاول تقديم إضافة إلى منتخب المغرب إن تم استدعائي في المستقبل. وسبق له أن استدعاه وحيد خليلوزيتش مدرب أسود الأطلس السابق في عام 2020، لكن تم إلغاء التجمع بسبب جائحة كورونا. ولد ياسين في 24 يناير 1999 في بلان ماسلين لأب مغربي وأم جزائرية. تم تدريبه في كليرمون فوت لمدة عامين، ثم انتقل إلى شباب بورد قبل الظهور الأول مرة مع جريندوس في 26 أبريل 2019، ثم سيشكل 3 يناير 2020 مرحلة جديدة في مسيرته الكروية بعد أن تم إعارته إلى نيمس حتى نهاية الموسم مع خيار الشراء بقيمة 1.5 مليون يورو هذا العام. قرر الانضمام إلى فرقة هاشدوكس بليت. فما هو رأيكم من هذا اللاعب، وما هو رأي الجزائر؟